وبتبدأ أحداث الفيلم من 10 سنين في ريو دي جانيرو، وبنشوف أب بيتكلم مع ابنه، وبيكون الأب واقف جوه الخزينة اللي فيها مليارات الدولارات، وبيقول لابنه إن إحنا لازم نتخلص من دومينيكو توريتو لأنه مصمم يتحدانا، وابنه بيوعده إن هو بس مش هيقتل دوم، لا كمان ده هيقتل كل اللي معاه. وساعتها أبوه بيقول له إن أنا عاوزك تعمل ده وبدون رحمة. ولكن في الوقت ده أصلا بيكون دوم وزمايله بينفذوا خطة سرقة، ومش أي سرقة عادية، لا بيكون سرقة الخزينة اللي هو بيكون واقف فيها علشان ياخدوا كل الفلوس اللي موجوده جواها. وبيقدروا فعلا ان هم يربطوا حبل معدني قوي في الخزينه، وبعدها بتحصل مطارده كبيره جدا، وبتنتهي المطارده بان دوم بيقدر ان هو يقتل الراجل اللي كان بيتكلم مع ابنه. وبنلاحظ ان الابن قدر ان هو ينط في الميه قبل ما عربيته تولع. وبنروح بعد كده بالاحداث للوقت الحالي، وبالتحديد في لوس انجلوس، واللي بنشوف عربيه بتخمس على الارض، وبينزل دوم من العربيه، وبنعرف ان بي ابنه هو اللي كان بيعمل الحركات دي بالعربيه، وان دوم بيعلم السواقه. وبنلاحظ ان ابنه بيكون متضايق جدا علشان هو لسه ما وصلش المستوى اللي بيكون عايزه علشان يتعلم السواقه، ولكن دوم بيقول له افضل حاول وهتتعلم، وخليك حاسس دايما بالعربيه طول ما انت سايقها، وهو هيجي وقت ما تكونش فيه خايف، لان الخوف احيانا بيكون افضل معلم لينا. وبعدها بيقول لابنه يلا بينا علشان نلحق ناكل الاكل اللي جدتك محضراه. وبيروح دوم وابنه للجده واللي تتكلم معاهم، وبتقول لهم ان هي فخوره جدا كعيله، وانهم لازم يفضلوا دايما مع بعض. وبنشوف بعد كده رومان واللي بيتكلم مع هان وتيج، وبيقول لهم ان في مهمه جديده، وان في كميه من حديد الجيش المسروق، وبكره هيتم نقل شريحه كمبيوتر في شاحنه جوه شوارع روما، ولازم يقدروا ان هم يوصلوا الشريحه دي لان عليها مكان الحديد. لا مش بس كده، لا كمان معلومات تانية كتير هتفيدهم في المهام الجايه. وبنشوف دوم وهو بيتكلم مع هان عن المهام اللي عملوها زمان، وهان بيتكلم عن دوم وبيقول له خلي بالك الواد ده هيبقى بيعرف يسوق احسن منك. وبيرجع دوم للبيت وبيتكلم مع مراته واللي بيكون اسمها ليتي، وبيقول لها ان هو بيحب اللي بيعمله، ولكن بيكون خايف ان هو يخسرها او يخسر ابنه. وعلى طول هي بتطمنه وبتديله سلسله عليها صليب، ودوم بيلبسها وبتقول له خليك دايما مطمن وانت لابس السلسله. وفجاه بتظهر جيزل واللي بتكون ضيف غير مرحب بيه بسبب المشاكل اللي كانت بينهم في الاجزاء اللي فاتت. وبتكون جيزل مصابه وبيسالها دوم عن اللي عمل فيها كده، فبتقول له ان في شخص جه مكانها وطلب منها انها تساعده علشان يقتل دوم، والشخص ده قال لها انه ملوش اسم، ولكن احنا بناخد بالنا ان ابن الراجل اللي كان بيتكلم في اول فيلم وانه فعلا لسه عايش. وبتقول له جيزل على الرغم ان احنا اعداء، ولكن عدوي هو انت يا دوم، وبالتالي بعيدا عن اي خلافات حصلت بينا قديمه، فاحنا لازم نتعاون مع بعض علشان نقدر نتخلص منه. وبتعرفوا ان كده كل اللي هو بيحبهم في خطر، لان الراجل ده ناوي يقتل اي حد دوم بيحبه. وساعتها دوم بيفكر بسرعه هو وليدي، وبيتاكدوا ان موضوع روما ده بيكون فخ، وبيقولوا ان احنا لازم نروح لزميلنا اللي في روما بسرعه علشان ننقذهم. وبيحاولوا ان هم يبعتوا رسائل تحذيريه لرومان وتيج وهان وكمان رمزي، واللي بيكونوا بدل مهمه فعلا والرسائل مش بتوصل ليهم، وبيقدروا ان هم يسرقوا الشاحنه اللي هم عاوزينها، وعلى طول بيسيطروا على الشاحنه اللي المفروض ان الشريحه جواها، ولكن بيتفاجئوا ان جواها قنبله ضخمه جدا، وان في حد بيتحكم في العربيه من بعيد. ومش بس كده، لا هم كمان مش عارفين يفتحوا ابوابها، وبتكون فعلا المهمه دي فخ كبير، وبيقدر دوم وليتي ان هم يوصلوا ليهم علشان يساعدوهم. وبتحصل بينهم مطارده كبيره جدا، وبيظهر فيها الراجل اللي جيزيل حذرت منه دوم، وبنعرف ان هو ورا كل حاجه، وبتكون مهمه روما فخ علشان يخلص من دوم وليتي وكل زمايلهم. وبيقدر دوم باحترافيه ان هو يتعامل مع زمايله علشان يعرفوا ان هم يفتحوا باب الشاحنه اللي قنبله فيها، وبيخلي قنبله تتدحرج على الارض علشان ضررها يقل. وبيحصل بعدها انفجار، ولكن محدش من دوم وزمايله بيتصاب. وبنشوف ليتي وهي بتطرد الراجل ده وهي راكبه موتوسيكل، وهو كمان بيكون راكب موتوسيكل، ولكن للاسف بيقدر ان هو يفلت منها. وبعدها بيشتغل التايمر بتاع القنبله، وبيكون فاضل 30 ثانيه وروما كلها حرفيا هتنفجر. وبنشوف ساعتها رومان وهو بيتكلم مع دوم على سلكي، وبيحذره ان هو يرجع وما تحاولش انك تعمل اي حاجه للقنبله، لانها كده كده خلاص هتنفجر، وانت كده لحد دلوقتي بتكون عملت كل اللي عليك. ولكن دوم بيصمم ان هو ينقذ روما، وبيتعمد انه يخبط عربيته في الونش علشان عربيته بتكون تقيله، وبتحرك الطرف الثاني من الونش، واللي بيخبط في القنبله وبيوقعها في الميه. وساعتها طبعا الاضرار بتاعه القنبله بتقل كتير، والصحافه بتاعت العالم كلها تتكلم عن الانفجار ده، والدنيا تتقلب وبتقبض على ليتي. وبنشوف بعد كده خلاف بين الشغالين في الوكاله اللي كانت بتكلف دوم وزمايله بالمهام بتاعتهم. وساعتها الوكاله بيكون فيها رايين، الراي الاول ان دوم وزمايله كانوا بينفذوا المهمه في روما، والراي الثاني انهم كانوا بيحاولوا يسرقوا القنبله ولازم ان هم يتقبض عليهم. وبنشوف ان الوكاله بقى ليها رئيس جديد، واللي بيكون مصمم ان هو يقبض على دوم وزمايله، او يحاول ان هو يقتلهم، لانهم حولوا الوكاله من مجرد ان هم ناس بيدوا مهام لوكاله مجرمين. وللاسف المنظمه بتوافق على القائد بتاعها عاوزه، وبتديله الاذن بانه يقبض على دوم وزمايله او يقتلوهم. وبكده دوم بيكون عنده عدوين مش عدو واحد،
الراجل اللي عاوز يقتله وكمان المنظمه اللي مشغلاه. وبيعرف دوم بعد كده ان الوكاله قبضت على ليتي وانه بقى اكتر واحد مطلوب من الجهاد. وبنشوف الضباط بتوع الوكاله وبيركبوا طياره علشان يروحوا روما ويقبضوا على دوم، والقائد بتاعهم بيقول لهم ان هم يوصلوا لابن دوم او اخته علشان يكونوا كارت ضغط على دوم لو فضل مختفي. وبنروح لبيت دوم وبنشوف ابنه واخته مايا واللي بيلعبوا فيديو جيمز مع بعض. وفجاه بيحصل هجوم على البيت واقتحام من الضباط بتوع الوكاله، وبتفضل مايا ان هي تضرب اللي هاجموا على البيت وبتقول لابن دوم ان هو يستخبى، وبيجري بسرعه علشان يستخبى، ولكن بيظهر عمه جيكوب وبيقدر جيكوب ومايا ان هم يضربوا كل رجاله الوكاله. وبعد كده جيكوب بياخد ابن دوم وبيقول لمايا ابن دوم بعته هنا مخصوص علشان يقدر ان هو يوصل لبيه ابن دوم. وبنروح بعد كده لمدينه نابولي واللي بتكون في واحده من الوكاله مؤيده لدوم، وهي اللي كانت بتدافع عنه ضد الوكاله اللي عاوزين يقبضوا عليه او يقتلوه. وبتروح لدوم اللي بيكون قاعد في حانه في نابولي وبتقول له ان قائد الوكاله اتغير وكل اللي في الوكاله حاليا بيدوروا عليه، وبتعرفه ان الراجل اللي بيهدده وعاوز يقتله بيكون هو ابن هرنان رايس اللي كان دوم قتله من 10 سنين. وكل ده بيكون محدش قدر ان هو يوصل لابن هرنان رايس. وبيطلب منها ساعتها دوم ان هو عاوز يشوف ليتي مراته، ولكنها بتعرفه ان ليتي مسجونه في مكان مجهول ومفيش اي مخلوق في الدنيا قدر ان هو يوصل لها، وبتوعده انها هتساعد ليتي. وبنشوفها بعد كده وهي بتدخل السجن السري بتاع الوكاله، وبتحاول ان هي هتروح لليتي وبتقول لها ان هي هتقدر تطلعها من هنا بس هي لازم تسمع كلامها. وبيقدر ابن هرنان رايس ان هو يخترق حسابات رمزي وهان وتيج ورومان، وبيهكرها وبياخد منها كل الفلوس اللي كسبوها طول السنين اللي فاتت. وبكده بيكونوا مفلسين وعاوزين يساعدوا دوم، وبيكونوا علشان كده محتاجين اسلحه وعربيات. وساعتها رمزي بتقول لهم ان هي كان ليها حاجات في الديب ويب، وبتاخدهم عند واحد بيقول لهم ان هو يقدر يعمل لهم شوبينج من غير اي حساب. وبنرجع تاني للسجن اللي ليتي مسجونه فيه، وبتقدر البنت بتاعت الوكاله ان هي تخدر كل الموجودين في السجن وبتنقذ ليتي، ولكن ليتي بتكون فاقده الثقه في كل الموجودين في الوكاله وبتقدر ان هي تضربهم. وبيقدر دوم ان هو بعد بحث طويل انه يعرف اسم هرنان رايس، وبيعرف ان اسمه دانتي رايس وانه بيعاني من مشاكل نفسيه كتير من صغره. وبيتوصل لان دانتي بعد موت ابوه باع كل الاملاك اللي ابوه سابها له، وما اتبقاش غير مبنى واحد بس كان يخص قوات الامن زمان. وساعتها دوم بيتاكد انه عشان يعرف يوصل لدانتي لازم يروح للمكان ده. وبنشوف جيكوب وبيه بيكونوا راكبين طياره علشان يروحوا لدوم، وبياخد جيكوب باله ان في رجاله تبع دانتي والوكاله معاهم في نفس الرحله وبيكونوا عاوزين يقتلوهم. وساعتها بيقول لي بيقوم علشان يدخل الحمام وبيسحب الناس دول ورا وبيضربهم. وبيعرف فيه ان هم لازم يسيبوا الطياره، وفعلا بيركبوا طياره صغيره موجوده جوه الطياره اللي كانوا راكبينها وعلى طول بيطيروا بيها. ورمزي وتيج وهان ورومان بيطلبوا مساعده من شو، وبنكون شفنا في نهايه الجزء التاسع ان هان ظهر علشان ينتقم من شو على اللي عملوا فيه قبل كده، وان العلاقه بينهم مش افضل حاجه. والكل بيتوقع ان شو وهان هيضربوا بعض، ولكن رجاله الوكاله مش بيسيبوا لهم وقت يعملوا كده، وبيوصلوا ساعتها كلهم وبيضربوا الرجاله بتوع الوكاله. وشو كمان بينقذ هان من الموت، وبيوصل دوم للمكان بتاع دانتي، وبيكون فيه هناك تليفون بيرن واللي بيتصل بيكون دانتي، واللي بيقول لدوم ان طول السنين اللي فاتت دي وانا بذاكر شخصيتك وبفكر ايه اللي ممكن يدمرك، وانا ما لقيتش حاجه تقهرك اكتر من عيلتك، وعلشان كده انا عارف اماكن كل الناس اللي يهموك. وفجاه بيظهر الضباط بتوع الوكاله وبيقبضوا على دوم، وفي الطريق رجاله دانتي بيضربوا العربيه اللي فيها دوم بصاروخ. وبيظهر دانتي وبيقول لدوم على نفس الكوبري ده من 10 سنين انت قتلت ابويا، وانا دلوقتي عارف مكان ابنك وهقتله. وبيركب الهليكوبتر بتاعته وبيمشي. وبنروح بعد كده للبرتغال، وبيكون في المكان الامن اللي دوم قال عليه لجيكوب علشان يودي فيه ابنه. وفعلا بيوصل جيكوب هناك، ولكن بيتفاجئ ان دانتي كان سابقهم بخطوه وعارف ان هم هيروحوا هناك. وساعتها بيركب عربيته المعدله اللي فيها صواريخ وبيهاجم رجاله دانتي، وبتحصل مطارده جامده بينهم بين جيكوب ورجاله دانتي. وبيقدر جيكوب ان هو يضرب كذا عربيه بالصواريخ، وفي الوقت ده بيكون دوم مع ضباط الوكاله في الطياره، وبيشوف دوم المطارده دي على الارض. وساعتها بيخلي ضباط الوكاله يقربوا الطياره من الارض، وعلى طول بينزل على الارض بعربيته من الطياره. وبتحصل مطارده جامده جدا، وبيقدر دانتي انه يخطف بيه من عربيه ابوه، ولكن بيه بيكون شجاع وبينفذ اللي ابوه علمه له، وعلى طول بينط من العربيه وهي بتجري بسرعه عاليه جدا، وبيقدر دوم ان هو ياخده. وبيعرف دوم ان قائد الوكاله الجديد ده كان هرنان رايس هو اللي زرعه في الوكاله علشان يقدر ينتقم من دوم. وبعدها بياخد جيكوب باله ان خزان البنزين بتاعه مكسور وانه مش هيقدر يكمل، ولكن بيضحي بنفسه وبيلف بعربيته وبيرجع عكس الطريق، وعلى طول بيدخل في عربيه دانتي وبيفجرها وبيموت. وبتظهر بعد كده طيارتين هليكوبتر لدوم، وكل طياره بترمي حبل على عربيته، وعلى طول بيحاولوا ان هم يرفعوا عربيته من على الارض، ولكنه بيقاوم وبيقدر ان هو يدخل الطيارتين في بعض ويدمرهم. ولكن دانتي بيظهر وبيقول ان لسه في مفاجآت، وساعتها بيلاقي دوم ان في شاحنتين كبار عاوزين يدمروا عربيته، ولكن دوم بيقدر ان هو يهرب منهم وبيدخلوا في بعض وبيحصل انفجار كبير جدا. وبعدها بنشوف دوم وابنه وهم بيقعوا في الميه، ولكن بيقدروا ان هم يطلعوا. وبيكتشف دوم ان كل مكان حواليه مفخخ والقنابل على العواميد في كل مكان، ولكن مش بنعرف بعدها ايه اللي حصل. وبنروح لليتي اللي بتخرج من السجن السري بتاع الوكاله، وبتتفاجئ انها في انتاركتيكا، وبتظهر لها غواصه من تحت الجليد،
وعلى طول بتنتهي احداث فيلمنا بالنهايه المفتوحه دي. وما تنسوش ان انتوا تدعمونا بلايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده. وسلام، سلام عليكم.